فجأة بتطلع كلمة فشلت. النتيجة بتوصف موقف مش بتوصف شخصيتك ولا مستقبلك. بدل ما تقول أنا فشلت ليه، تبدأ تقول المحاولة دي علمتني إيه. بس هنا لازم أقول حاجة مهمة: غير الطريق كله وبعدين تكتشف إنك مش كويس زي ما كنت متخيل. أهلا بيك في حلقة رقم 1 من أصل 100 حلقة، 100 أسبوع، 100 موضوع و100 خطوة. مش عشان نبقى أشخاص مثاليين ولا عشان نصلح حياتنا في يوم وليلة، ولكن عشان كل أسبوع نحاول نفهم نفسنا أكتر ونواجه حاجات معطلانا ونحاول ناخد ولو خطوة واحدة لقدام. والنهاردة هتكون أول خطوة لحاجة كلنا بنخاف منها، وهي الفشل. بس قبل ما أكلمك عن إزاي الفشل ممكن يكون مهم، خلينا أسألك سؤال: هل أنت بتخاف من الفشل نفسه والّا بتخاف من إحساسك بعد ما تفشل؟ يعني لو جرّبت حاجة وما حدش شافك، زي مثلًا قدّمت في شغل وما حدش عرف إنك اترفضت، أو عملت مشروع وما حدش عرف إنه خسر، هل إحساسك هيكون نفس الشيء؟ والّا الجزء الأصعب بالنسبة لك إنه الناس تبقى عارفة إنك فشلت؟ من وإحنا صغيرين تقريبًا اتعودنا إنه النجاح معناها إنك تعمل الحاجة صح وتجيب النتيجة اللي الناس مستنياها منك. يعني مثلًا جبت مجموع كويس، أنت شاطر، يا خبر أنت ما فيش منك. دخلت كلية كويسة، مبروك. اتقبلت في الشغل، أنت ناجح جدًا. لكن لو حصل العكس، ما جبتش مجموع كويس، ما دخلتش كلية كويسة، بدأت مشروع وخسر، أو عملت حاجة وما كملتهاش، فجأة بتطلع كلمة فشلت. المشكلة إننا مش بنقف عند أنا فشلت في الحاجة دي، ولكن إحنا بنحولها أنا فاشل. ودي من أخطر الحاجات اللي ممكن تعملها في نفسك، لإنك بدل ما تشوف إن أنت فشلت في الحاجة دي، أنت بتشوف الفشل كإنه أنت. خلينا ناخد مثال بسيط: لو أنت مثلًا قدمت في شغل واترفضت، إيه اللي حصل؟ الشركة رفضت طلبك، ولكن دماغك ممكن تسوّحك وتبدأ تقول أنا مش شاطر، أنا مش مطلوب، الناس أحسن منّي، أنا عمري ما هانجح في حاجة أبدًا. طب استنى، إيه اللي أثبته الرفض ده؟ إنّك اترفضت في الوظيفة دي بس، لكن ما قالش إنّك مش كويس، وما قالش إن أنت مش هتنجح في الوظيفة اللي جاية، وما قالش إن مستقبلك انتهى. نفس الكلام لو أنت عملت مشروع وخسر، أو لو امتحانك ما كانش كويس، أو لو أنت دخلت حاجة واكتشفت بعدها إنها مش مناسبة ليك. النتيجة بتوصف موقف مش بتوصف شخصيتك ولا مستقبلك. أنت مش فاشل، أنت فشلت في حاجة واحدة بس، والفرق بين الاتنين ممكن يغيّر حياتك كلّها. طيب لو الفشل مش حُكم علينا، إزاي نقدر نستفاد منّه؟ وهنا ده الجزء اللي ناس كتيرة مش بتفهمه. الفشل معلومة، معلومة، لإنّك قبل ما تجرّب ممكن تقعد شهور بتفكّر وتقول هل أنا كويس؟ هل الفكرة دي هتنفع؟ هل المجال ده مناسب ليّا؟ هل الناس هتحب اللي أنا باعمله؟ لكن أول لمّا تجرّب حتى لو فشلت بتطلع بحاجة. زي مثلًا قدّمت في شغل واترفضت، بتعرف إن أنت محتاج تتطوّر شوية. بدأت مشروع وفشلت، بتعرف إنه مثلًا ممكن يبقى في مشكلة في المنتج، ممكن يبقى في مشكلة في التسويق، أو مشكلة في الإدارة محتاجة تتغيّر. ذاكرت بطريقة معيّنة وما نجحتش، تعرف إن أنت الطريقة دي مش مناسبة معاك وإن أنت محتاج تغيّر الطريقة. وده فرق ضخم. بدل ما تقول أنا فشلت ليه، تبدأ تقول المحاولة دي علّمتني إيه، أو أنا طلعت منها بإيه. بس هنا لازم أقول حاجة مهمة: أنا مش جاية أقول لك افشل وكمّل وخلاص، لأ. في ناس بتستخدم جملة ما تستسلمش كأن الاستمرار في نفس الحاجة وبنفس الطريقة فضيلة. مش دايمًا. ساعات الفشل بيقول لك كمّل بس غيّر الطريقة، وساعات بيقول لك اتعلم أكتر، وساعات بيقول لك غيّر الطريق كلّه. وده مش الاستسلام على فكرة. إنك تغيّر الطريق بعد ما اكتشفت إنه مش مناسب، مش معناها إنك ضعيف، بالعكس، ممكن يكون ده أول قرار ناضج أخدته. المشكلة مش إنك تغيّر الطريق، المشكلة إنك تفضل ماشي في نفس الاتجاه لمجرد إنك خايف تعترف إنك كنت غلط. في حاجات تانية بتخلّي الفشل أصعب بكتير: الناس. لإن أوقات إحنا مش بنخاف نفشل، إحنا بنخاف الناس تشوفنا وإحنا بنفشل. عايز تعمل محتوى، طب الناس هتقول إيه؟ عايز تبدأ مشروع، طب لو فشل؟ عايزة أقدّم في شغل، طب لو اترفضت؟ عايزة أتعلّم حاجة جديدة،
خايف الناس تشوفني وأنا مش باعرف أعملها. طيب والحل إيه؟ لأ أنا هاستنى وأتعلم لحد ما أبقى شاطر وبعدين أبدأ. بس عارف المشكلة فين؟ أنت مش هتبقى شاطر غير لمّا تبدأ. أنت عايز الناس تشوف النتيجة، بس مش عايزهم يشوفوا مرحلة الوصول ليها. وبصراحة بقى عايزة أقول لك حاجة ممكن ما تعجبكش، ساعات أنت ما بتبقاش خايف من الفشل، أنت بتبقى خايف تبذل مجهود حقيقي وبعدين تكتشف إنك مش كويس زي ما كنت متخيل. عشان طول ما أنت ما بتحاولش تقدر تقول أنا لو حاولت كنت هانجح، ودي الحقيقة اللي ما حدش بيحب يسمعها. ممكن تكون كويس فعلًا، وممكن تكون محتاج تتعلم أكتر، وممكن تكون متوسط، وممكن تكون أقل من المستوى اللي نفسك توصل له، وكل ده أنت مش هتعرفه غير لمّا تبدأ تجرب. فبدل ما تقعد تحمي صورة مثالية عن نفسك، انزل الملعب، جرب وحاول وقدّم واترفض واغلط وافشل، وبعدين في الآخر هتتعلم. وعارف أول مرة بتفشل فيها بتكتشف حاجة غريبة جدًا، إن الدنيا ما بتقفش عليك، والكون مش بيدور حواليك، والشمس بتطلع، والناس بتروح شغلها، وأنت لسه موجود وعايش أهو عادي. وبتكتشف إن أنت مكبّر الفشل في دماغك أكبر من حجمه الحقيقي. يمكن الرفض وجعك، والخسارة كسرتك شوية، والنتيجة محبطاك، وده كله طبيعي. ولكن السؤال هتعمل إيه بالمعلومة اللي طلعت منها بعد ما فشلت؟ لو فشلت ما تجلدش نفسك، اسأل نفسك 4 أسئلة. أول سؤال إيه اللي حصل؟ وبعدين أنا فشلت ليه؟ وبعدين أنا اتعلمت إيه؟ وبعدين إيه اللي هاعمله المرة اللي جاية بشكل مختلف؟ ولو جاوبت على ال4 أسئلة دُولَة بصدق، فأنت ما دفعتش تمن الفشل ده على الفاضي، لإنك طلعت بحاجة أكبر من الفشل نفسه وهي الخبرة. عشان كده أنا مش هاقول لك ما تخافش من الفشل، لإنه طبيعي تخاف، ولكن هاقول لك حاجة أبسط من كده، ما تخلّيش خوفك من الفشل يمنعك تعرف أنت قادر تعمل إيه. لإنه ممكن تكون مشكلتك مش إنك فشلت، ممكن تكون مشكلتك إنك خايف تعرف أنت قادر تعمل إيه. ودي أول خطوة في 100 أسبوع. مش عايزين بعد 100 فيديو نبقى أشخاص ما بيفشلوش، لإنه غالبًا اللي ما بيفشلوش هم الأشخاص اللي ما بيحاولوش. إحنا عايزين نبقى أشخاص بيقعوا ويقوموا، وبيغلطوا ويتعلموا، وبيغيّروا الطريق لمّا يكتشفوا إن هو غلط، وبيكمّلوا لمّا يكون الطريق مستاهل. فلو في حاجة مأجّلها عشان خايف تفشل، أعتقد أنت مش محتاج تستنى أكتر من كده، أنت محتاج تقوم تبدأ. وده كان أول أسبوع، ولسه قدّامنا 99 خطوة، وأشوفكم الأسبوع اللي جاي.